الصيف بقى بدأ والحر اشتغل والعربيات هتعاني من السخونية بتأثر، أو الحر أو الصيف بيأثر على عربيتك في كذا حاجة. يمكن أنت ما تعانيش منها في الشتاء. أول حاجة الكاوتش عندك لو حالته تعبانة ممكن يكون مقضي معاك الدنيا في الشتاء. في الصيف هتلاقي كل يوم كل ما تنزل تلاقي الفردة نايمة، فردة أو اتنين أو تلاتة كمان لو الكاوتش ده تعبان أو فيه خرام. في الشتاء ممكن فردة تفضل تزود فيها كل أسبوعين مرة. في الصيف مفيش الكلام ده، السخونية بتخلي الفردة تفتح لو الكاوتش تعبان. أنا بتكلم على لو الكاوتش تعبان، ده عيب في الصيف. حاجة تاني، كل ما تشغل التكييف في عربيتك العربية تسخن. كل ما تشغل التكييف في عربيتك العربية تسخن وانت ماشي، ده عيب الراديتير بتاع العربية عايز يتسلك وعايز يتحط له مية نظيفة يعني تناسب مواصفات العربيه، ميه خضراء ميه حمراء على حسب عربيتك. الميه العاديه او ميه الحنفيه لا. لو مش قادر تجيب ميه مناسبه اللي هي موبل او ميه خضراء تناسب العربيه، حط لها ميه تكييف. الميه اللي بتنزل من التكييف بتاع البيوت ممكن تملاها وتحط منها العربيه، دي افضل من ميه الحنفيه كتير. اي نعم هي مش زي الميه الخضراء، بس على الاقل في فرق بينها وبين الميه العاديه، فرق شاسع. فانت خليك في الميه دي، ده لو العربيه عندك بتسخن. او حتى لو مش بتسخن، انت مع دخلة الصيف فك الراديتير عند الراجل بتاع الراديتيرات، سلكه نضفه، اعمل دورة ميه، حط ميه نظيفة، راجع على المراوح عشان التكييف او السخونيه او الميه هتاثر على العربيه معاك. العربيه والجو سخن والنار والاسفلت والدنيا ولعه، فالعربيه ما تسخنش منك او لا قدر الله تجيب جوان او فبلاش تتخطى الحاجات دي. لازم تعملها اول باول في دخلة اي صيف. العربيه بيبقى حالتها مش زي الشتاء ماشي الدنيا. لو عندك مشكله في الكاوتش ممكن الكاوتش تلاقيه بيقعد معاك بالفتره ما ينامش. لو الراديتير في حاجه العربيه ممكن ما تسخنش خالص منك لانك ما بتشغلش تكييف يعني ما بتتقلش على العربيه، وفي نفس الوقت الجو بيبقى ساقع فالعربيه ما بتسخنش. لكن انت هتلاقي الموتور سخن والزيت جواه سخن والميه سخنه والميه هتقعد تنقص منك، هتشغل التكييف الميه هتنقص. لو العربيه مش مظبوطه الراديتير لو مش متسلك العربيه هتسخن. فانت يعني حاول كده تراجع العربيه كده اول باول. زي ما احنا في الشتاء كده بيبقى عندنا معاناه مع ان البطاريه لو الجو ساقع قوي البطاريه بتاعتك مش كويسه، العربيه ما بتدورش في الشتاء. في نفس الوقت برضو بنهتم بالمساحات عشان المطره وبتاع ده في الشتاء. في الصيف بقى اهم حاجه عندك الراديتير ومراجعه على الميه اهم حاجه ما تنقصش في العربيه. تحط ميه مواصفات كويسه خضراء او حمراء او ميه تكييف، بلاش الميه بتاعت الحنفيه عشان بتاكل ترمبه الميه وبتاكل في الموتور وبتاثر وبقى فيها املاح وبتعمل زي جير كده وصدى. بلاش منه، وبتاثر على الكاوتش. السخونيه بتاثر على الكاوتش. لو الكاوتش بتاع عربيتك مش كويس كل يوم هتلاقي الكاوتش نايم، ده كده الكاوتش تعبان اصلا من الشتاء بس ما كانش ظاهر يعني البلاوي بتاعته دي غير لما الجو سخن والسخونيه اثرت على الكاوتش وخلت ابتدت الاخرام تفتح والعربيه الفرده بتاعتها تنام يوميا. فانت كده هتضطر ان انت تغير الكاوتش. ما تقولش الفرده كانت شغاله معايا في الشتاء اشمعنى ده جت في الصيف وعملت كده. ما في الشتاء طبيعي الفرده ممكن تنام منك حتى لو مخرومه كل اسبوعين ولا حاجه، لكن لما بيخش الصيف الفرده ممكن تزودها تنام في وقتها، تزودها تنام في وقتها، لان السخونيه بتاثر على الكاوتش.